السلام عليكم. معلش يا جماعة، هاخد من وقتكم دقيقتين بس. دلوقتي أنا بعد ما عملت الفيديو بتاع الشاب اللي اسمه موسى اللي هو بتاع الأندومي، عملت طبعا أنا فيديوهين. الفيديو الأولاني اللي اتكلمت فيه عن القصة بتاعته لما لقيت الفيديو بتاعه ظهر قدامي. المرة التانية عملت الفيديو التاني لما طلع بعد كده ونفى قصة إن هو جاله السرطان. الفيديو التاني اللي أنا نزلته اتفاجئت إن الشاب اللي اسمه موسى معلق لي عليه وكاتب لي تعليق مش متذكر تقريبا. المهم أنا هسيب لكم التعليق بتاعه، هو كلمة مختصرة يعني، مش عارف على فكرة حقيقي أو عندي حاجة كده يعني. المهم طبعا دخلت على الصفحة عنده، ويشهد الله ويعلم الله، وأنا قلت لكم الكلام ده في البداية، إن أنا ما أعرفوش أصلا. يعني أنا لا على علاقة بيه ولا أعرفه، واول مره يظهر قدامي ويتعرض قدامي فيديو بتاع الاندومي ده. وطبعا عشان اتفرجت على الفيديو بتاعه ابتدت بعد كده الفيديوهات اللي بينزلها ابتدت تظهر لي في التايم لاين. المهم لقيته معلق لي على الفيديو الاخير، فبيقول لي انا عندي حق. المهم دخلت على الصفحه عنده لقيته منزل فيديو زعلان ومتضايق وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وان في ناس بتتجنى عليه، وان في ناس عايزاه يتحبس وكلام من هذا القبيل، وان هو مظلوم، وان في ناس ظلمته والقصه دي. طبعا انا الفيديوهات اللي نزلتها واتكلمت فيها مش انا لوحدي اللي طلعت واتكلمت في القصه دي، يعني صناع محتوى كتير وناس كتير اتكلمت في القصه ده، لان الموضوع يعني اتشهر وعمل حاله على السوشيال ميديا وبقى ترند يعني. فناس كتير اتكلمت في القصه دي وانا كنت واحد من ضمن الناس دول. على فكره الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده في المرتين، في المره الاولى اللي اتقال فيها ان هو عنده سرطان، وفي المره الثانيه اللي طلع قال فيها انا ما عنديش سرطان. يعني في المرتين حصل حاله في القصه دي، وناس كتير طلعت اتكلمت في الموضوع ده. فانا كنت من احد الناس اللي طلعت واتكلمت في القصه دي، ولكن انا اتكلمت في البدايه، اتكلمت بحسن نيه مني لان انا ما اعرفش حقيقه الموضوع ايه. ولكن انا ظهر قدامي فيديو لشاب طالع بيبكي بحرقه ان هو جاله سرطان بسبب حاجه معينه، وده بناء على كلامه هو. وطبعا يعني مش هيكون في اي سوء نيه في القصه دي، يعني مش معقول مثلا هتفرج عليه واشوف حد بيعمل المنظر ده او بالمنظر ده قدامي وهقول لا ده بيكذب او بيعمل كده عشان خاطر ترند او كذا. فالمهم بحسن نيه مني صدقت كلامه وخدت الفيديو وعملنا عليه الفيديو اللي عندنا على الصفحه. رجعنا بعديها تاني لما طلع المره الثانيه وقال ما عنديش، من واجب الناس ومن حق الناس اللي عندي على حساباتي على السوشيال ميديا ان انا زي ما طلعتهم اديتهم خبر، لما يظهر لي بعد كده حقيقه للخبر ده من حقهم عليا ان انا اطلع اوضح الحقيقه دي. ده من حق الناس دي عليا، والا انا هبقى كده ايه، ما بقدمش الحقيقه كامله للناس. وفي نفس الوقت برضو حق ربنا عليا ان انا ما انافقش، ما اجيش في الحاجه اللي انا مثلا عارفها انها هتعمل حاله عند الناس او عشان خاطر ترند او عشان خاطر كذا، فانزل الفيديو واتكلم فيه وبعد كده لما تظهر لي حقيقه تاني ما اطلعش اتكلم فيها. ده يبقى نفاق يعني، حتى رب العزه سبحانه وتعالى يحاسبني عليها. ما كنتش خايف من الناس مثلا هخاف من ربنا. ده ابسط الاشياء يعني. فالمهم من حق الناس عليا ومن حق ربنا عليا ان انا اطلع واوضح. هو طبعا في البدايه لما طلع واتكلم في القصه دي ما وضحش القصه دي، يعني ما وضحش قال والله ده انا بعمل تحاليل وشاكك ولسه هستنى نتيجه التحاليل مثلا، او لسه هستنى النتيجه بتاعت القصه دي. لا، ده هو طلع بيتكلم واحد بيأكد وبيجزم على القصه دي. المهم ما علينا، ده مش موضوعنا يعني. انا حبيت بس اديكم نبذه عن القصه للي انا هقول لكم عليه ده. فلما نزلت الفيديو طبعا دخل هو علق عندي على الفيديو اللي انا كنت نزلته الاخير، ولما دخلت عنده لقيته منزل فيديو حسبي الله ونعم الوكيل، والناس اللي بتظلمني والناس اللي بتدعي عليا، وان دي ناس قابضه من شركه اندومي، وان انا مظلوم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم والقصه دي. ولما طلع الاستاذ موسى اتكلم في القصه دي، طبعا انا ما اعرفش هو بيوجه الكلام لي انا ولا بيوجه الكلام بصفه عامه، انا ما اعرفش والله. ولكن الكلام بتاعه بالنسبه لي وقعه عليا انا، وقعه بالنسبه لي انا كلام صعب بصراحه. يعني انا عن نفسي ما اتحملوش وما احبش اكون سبب في ان انا حد يتقهر بسببي، حد يتظلم بسببي باي صله كانت او باي طريقه كانت. ولو كانت الصفحات بتاعتي هتكون سبب او فيديوهاتي على الميديا هتكون سبب في ان انا اظلم حد او اقهر حد او اتسبب في ضرر او في اذى لحد، اقفل الصفحه خالص اقسم بالله العلي العظيم. واشهد الله ان الهدف من البدايه كان ان انا انزل الفيديو ده ان انا شفت شيء يعني ممكن يبقى فيه خطر على الناس، فحبيت اقدمه لهم بصفه توعويه لا اكثر ولا اقل. اما انا لكان، ولما طلعت بعد كده وضحت برضه كان الهدف ان انا اوضح الحقيقه كامله للناس لا اكثر ولا اقل. ويشهد الله اقسم بالله العلي العظيم، لان هو طلع قال ان في ناس قبضه من شركه اندومي. اقسم بالله العلي العظيم سواء انا اللي كنت معني بالكلام ده او مش انا، ولكن انا اقسم بالله ويشهد الله على كلامي وهيحاسبني عليه يوم القيامه ان انا لا اعرف شركه اندومي ولا كلمتني ولا تواصلت معايا ولا اعرف مقرهم فين ولا اعرف عنهم حاجه، ولا انا اصلا عمري اكلت الاندومي ده ولا عمري باكله ولا اعرف حد فيهم.
ولا لي اي علاقه بيهم. ولو انا هنزل فيديو قابض من شركه اندومي مش هحذف الفيديوهات دي بعد ما نزلتها، زي ما انتم هتشوفوا قدامكم وهيتعرض قدامكم دلوقتي ان الفيديوهات اللي انا نزلتها بخصوص الموضوع ده حذفتها كلها من كل المنصات اللي انا نزلت عليها الموضوع ده. وده عشان خاطر اقفل القصه دي خالص، وعشان خاطر ما اكونش سبب او احد الاسباب اللي ممكن تتسبب في اذى او في ضرر للشاب موسى. احب اقول ان انت زي اخويا الصغير، ويشهد الله برضو ان انا لا اتمنى لك الاذى ولا احب لك الاذى، ولا عمري اتمنيته لحد ولا احبه لحد، ولا احب ان انت تتحبس، لان حبسك مش هيفيد في شيء ولا هيضر في شيء. بل بالعكس، يعني انا اتمنى ان كان في خطأ في القصة اديك انت اتعلمت من خطأك، وكلنا بنغلط وعفى الله عما سلف والموضوع يخلص ويتقفل. وان ما كنتش اخطأت وان كان الموضوع حقيقي فربنا يشفيك ويعافيك ويجعل تعبك في ميزان حسناتك ويهديك ويهدينا معاك، ويشهد الله ان انت زي اخويا الصغير. ولكن علشان ما اكونش سبب سواء من قريب او من بعيد بطريق مباشر او بطريق غير مباشر، فحذفت كل الفيديوهات اللي خاصة بالقصة دي من على حساباتي على الميديا، سواء الفيديو القديم او حتى الفيديو الجديد. والفيديو ده انا هنزله وفاضل فيديو واحد موجود على الصفحة اللي هو الفيديو اللي علق عليه، همسحه بعد ما انزل الفيديو ده عشان خاطر بس يشوف الفيديو ده عشان الرسالة توصل له. اما لو احنا الفيديوهات اللي احنا بنعملها وبنطلع نتكلم فيها بصفة توعوية محبة في الناس وخوفا على الناس لا اكتر ولا اقل هتتسبب في اذى او في ضرر او في ظلم او في قهر لاي حد، قسما بالله العلي العظيم ويشهد الله على كلامي ده اقفل حساباتي كلها على الميديا. ولاني في يوم من الايام ابات وحد لي عندي مظلمه، انا ما اعرفش اذا كنت الفيديوهات اللي انا نزلتها دي او الموضوع اللي انا اتكلمت فيه ده هل تسببت فيه في ظلم لاخويا الصغير موسى ولا لا، ولكن احتياطا عشان ما اكونش اتسببت له بطريق غير مباشر حتى في اي اذى او اي ضرر، انا حذفت الفيديوهات من عندي. لان انا يعني بص الدنيا كلها عندي كوم باللي فيها، وان يكون حد لي عندي مظلمه دي في كفه تانية لوحديها. اتمنى ان حذف الفيديوهات والفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده ان كنت ظلمتك او اذيتك من دون قصد، فيعني اتمنى انك تسامحني، وانا اعتبرني طالع بعتذر لك قدام الناس كلها سواء كان بطريق مباشر او غير مباشر. ولو الفيديوهات بتاعتي تسببت لك في اي اذى او ضرر نفسي معنوي ايا كان الضرر، فانا بعتذر لك وبقول لك انا اسف وحقك عليا وانت اخويا الصغير. اتمنى برضو انك تقبل اعتذاري لو كنت اسأت ليك باي شكل من الاشكال، وعفى الله عما سلف. واتمنى ان الموضوع ده نقفله وقصة وخلصت، وربنا يصلح حالك ويصلح حالي ويصلح حالنا جميعا ويوفقك في طريقك ان شاء الله. باذن الله الفتره اللي جايه نحاول على قد ما نقدر نستنقى الحاجات اللي احنا هننزلها بعد كده بحيث ان ما يكونش فيها اي ضرر او اي اذى لاي حد. واتمنى من حبايبنا على التيك توك ان هم لو يعرفوه يمنشنوا له على الفيديو ده علشان خاطر يشوفوا. وبرضه معلش كلمه للناس اللي هي بتطلع يعني تنتقد فيه، هو عمل حاجه ربنا يعني هو شايف، اذا كان هو كذاب هيحاسبه، اذا كان هو صادق ربنا يشفيه. مفيش داعي ان احنا نتجاوز او نشتم، يعني خلينا بكل ادب وكل احترام مع بعض، القصه مش مستاهله. وربنا يبارك في حضراتكم جميعا. واتمنى من الاستاذ موسى اخويا الصغير ان هو يعني يتقبل مني الكلام اللي انا قلته ده.